بسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وفي الأرض وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اليوم أجمعين. اليوم جبنا وجينا نديرو طاجين فرميج بصوص فرميج. يجي طريقة ما شاء الله. هذا الطاجين هم يديروه دوك عادو يديروه في الأعراس. يجي طريقة بنينة بزاف. بس شنو حنا بدلنا حاجة في بلاصة الكفتة تاع الصح، درنا الكفتة الكذابة. يسمى حبيت نعطيكم وصفات بالكفتة الكذابة، واللي يحوسوا شنو هي الكفتة الكذابة يدخل قناتي يشوف الفيديو يلقى كيف خدمتها الكفتة الكذابة، يلقى العنوان تاعها ب100 درت كمية كبيرة تاع الكفتة صافي، يلقى الوصفة تاعها ويزيد الطريقة تاعها ويزيد يدخلوا لقناتي تلقاو الوصفة. درت بها الكباب، درت بها كدين وصفة. سما حبيت اليوم ندير لكم طاجين فرماج، وصدقوني والله غير جا ما شاء الله كلاوه، غير جا ما يبانش مره باللي بالكفته هذيك، فهمتوا؟ وما نقولكمش انا دوك باش خدمتها، ادخلوا الفيديو دوك تشوفوا به خدمتها. هيا دوك نقولوا بسم الله وعلى بركه الله. ونبداو. اول حاجه انا وجبت حبه بصله صغيرونه، قطعتها رقيقه، ما تربيها ما ترحيها، قطعيها رقيقه كيما راني نقطع فيها. شوفوا كيف راني نقطع فيها، قطعيها رقيقه هكذا. هاني قطعتها هنايا، ومن بعد وزيد قطعت زيت هنا. خلصت لك البصله هاي باش نتاكد بلي رقيقه، هاني ندقدق فيها يعني، والله ما جات رقيقه بصح رقيقه. زيد جبت هنايا رابطه ما بين دبشه ومعدنوس، خلطتهم غسلتهم مليح نشفيهم، انا عصرتهم ماشي نشفتهم، ومن بعد قطعيهم هما ثاني رقيق مع كيما قطعتي البصله قطعيهم هكذا. ها هذا نوجدوهم باش نديرو نطيبو الكفته تاعنا. ونوجد لي زيبيس تاعي، خاطرش انا وجدت لي زيبيس تاعي الكوزينير مديراتو في هذيك هي الكفته، شفتوها الكفته دايراتو في الحوش، نضل رايحه وجايه جهد مده صافي. وليت حطيت كلش وباش نبدا نطيب معكم كلش. جبت المقله درت فيها شويه زيت وشويه ماكارين باش ما يتحرقش الزيت تاعنا، وخليتهم ذابت الماكارين وحمالي الزيت مليح. ونلوح كسعيتك هاي هنا درت الماكارين، ونلوح كسعيتك الكفته تاعي. الكفته تاعي فيها انا درت هذه الماكارين تاع الطهي، ما فيهاش لاكراس بزاف، ماشي كيما تاع الكاطو. بويسك الكفته تاعي اي فيها الاخر فيها شحمه، خلطت لها شحمه الغنم صافي. مانيش حابه كثر باش، ودرت الزيت باش تبقى لي لاصوص. ثم بغيت نطيح فيها لاصوص. اول حاجه واش درت تلوحت البصله تاعي. هنا تلوحي البصله تتقلى، هنا يتخلطت لي برك دبشه ومعدنوس. انتي تلوحي البصله وحدها تتقلى حتى تتقلى البصله. الدبشه والمعدنوس خليهم على الاخر باش تبقى البنه تاعهم تجيك بنينه، فهمتي؟ قلي البصله تاعك، غطيها وديري لها النار هاديه وخليها تتقلى حتى تذبل. هنا ذبلت البصله تاعي. شوف كنا نزيدو لحنا هنايا زدت لحت الكفته الكذابه تاعنا نطيبوها مليح كما نقول. شوفوا هنا كي لحت الكفته نحرك، ما نحبش من التحريك باش الكفته تاعي تجيني مفروقه كما نقولوا، ما تجيش كل وحده لاصقه في بعضها. نزيد غرفه ثوم ثاني. قلت لكم اللي حب الوصفه تاعو الطريقه تاعو اي في قناتي يدخل لقناتي ويشوف الطريقه اللي مدايرتها في الفيديوهات السابقه. درتو على زوج خطرات، درتو عام الاول ودرتو سنه. هذا كان جبته من الكونجيلاتور. شوفوا كي جبته من الكونجيلاتور موش جبته ما صرالو والو، يقعد حتى العام ما يصرالو والو هكذا. وزادو نديرو الدبشه والمعدنوس هما الاخرين ونحركو. قلت لكم حركوا باه ما تجيكمش ملمومه في بعضها. ودرت لي زيبيس، درت نص حبه تاع جامبو، درت فلفل الكحل، ودرت الكزبر، ودرت الكركم. هذا ما درت. انا قلت لك نحركوها، هاني نحرك فيها. دوك نشوفها الكفته تاعي خلاص تفرزت كل حبه كما نقولوا ما قعدتش ملمومه في بعضها، نغطيها ونخليها طيب. وشني ما تخليهاش تنصف كيما تاع البوريك، خلي لها شويه صوص، فهمتوا؟ كي تشوفيها طابت بقات فيها شويه صوص طفي لها. هاي دوك نعت لكم كيفاش. هاي هنايا غطيتها وخليتها طابت. هنا كي طابت وليت ليها شتو لاصوص كيف قعدت فيها المرقه،
هذيك المرقة ما تنشفوهاش باش ما يجيكمش طاجين تاعكم ناشف. خلي هذيك المرقة تعاونكم كيما نقولوا باش تجيكم ما تجيكمش ناشفة كي تاكلوها. فهمتوا؟ هنايا هاي كبيتها في سلادية. زدت واش راح ندير؟ ندير كاس حليب ولا نص كاس حليب. هذا كاس تاعي صغير وما عمرتوش. صافي انتي ديري نص كاس حليب، ما تكثريش. حركي كلش مع بعض. اني ما درتش الملح، لا ما درتش الملح. جامبو مالح، درت شويه برك ما كثرتش. جامبو مالح، الفرماج مالح، والخبز مالح. هنا خبز مرحي لا شابلير، درت 4 مغارف، ودرت مغرفه معمره مليح كيما نقولوا فرماج. الفرماج شوفي انا درت هذا. انتي واش عندك النوعيه اللي عندك تاع الفرماج ديريها، ولا عندك فرماج شي دار تاع البيتزا كيما نقولوا زيدي رابي معاها. قد ما ديري لها الفرماج قد ما تجيك مليحه. انا عندي هذا الموجود في الدار خدمت به. فهمتوا؟ نحرك كلش كيما راكم تشوفوا. هنا هاو الطاجين تاعنا، وجيت نزيد نكسر عليه 4 بيضات حسب الكميه تاعكم تاع العائله. انايا 4 جاتنا قد درت 4 بيضات. من بيض تاعي هنا صغير موش بيض كبير. ونخلط. هاي هنا وجدت طاجين جبن ولا طاجين فرماج، كل واحد واش يقولوا. هنا عندي البلاطو تاعي انا واش راح ندير له؟ راح ندهنه بشوي زبده ونطيب فيه. وذريت له الفرينه وحنطيب فيه. انت كي يعود بلاطو تاعك تاع زجاج ولا بلاطو سامبل ولا دهني بشوي زيت ولا زبده وخلاص. انايا هنايا اختارت شوفي تاعي هذا المول تاع المسكوتشو. صافي كي درت فيه دهنته باه ما يلصقليش. درت له فرينه وهكذاك ولصق لي. شوفوا فيه الخطوط من الداخل، هذوك الخطوط كي ندير المسكوتشو يخرجوا لي في المسكوتشو. صافي انا هنا كشت هذا الكميه تجيني في الطاجين في المول. قلت لكم طاجين في المول هذا درت في المول هذا. انتي كي ديري مول داني زغبه زيت بركي ما يصرالو والو، خصوصا تاع الزجاج. فهمتوا؟ هنا زدت جبت فرينه، زدت دريت له شويه فرينه. ها وهنا وجدت الطاجين. نحطوا طاجين الجبن تاعنا في الفور يطيب على درجة 180 درجة هكذا، وما تخليوش حتى ينشف بزاف. تشوفوه نشف من تحت شويه، شعلوا له من الفوق يحمر وطفيوا له. ما تخليوش ينشف معاكم بزاف حتى يعود ما تقدروش تاكلوه. ثم هو من الاحسن يجي شوي من الداخل طري. فهمتوا؟ هنا لحتو دوكا نمولي لا كريم. كنا احنا رايحين نديرو الكريم تاع لاصوص تاع الفرماج. واش درت كاس تاع حليب، درت كاس كريم فريش. انا هذه الكريم نشتيها بزاف ذوق غريير. هي كاينه سامبل وكاينه اللي تتباع بالليغو. هذه كي تاكليها شغل كي تاكلي خدمتي لاصوص بالفرماج غريير. درت كاس حليب، كاس هذيك لاصوص كريم فريش راحت لي الهضره. وندير نخلطهم مليح في بعضهم. نجيب الفرماج ندير مغرفه معمره فرماج تاع البيدون. يسمى قلت لكم بور فرماج ديروا كيف راح نقول لكم ديروا اللي عندكم. انا درت هذا عندي درت واش عندي في الدار. ودرت شوي حليت العين حميت. درت شوي ما دافي في هذاك الكاس ودرت فيه نص حبه تاع مرق الدجاج جامبو. وهو من الاحسن كي لا درتي صوص بلونش تجي صوص بلونش خير وخير. انا كانت معنيش متوفره عندي كيما نقول لك. لا طيبتي الدجاج في لاصوص ولا ديري نحي كيس تاع المرقه وديريه ولا لحم ولا كيما مهم صوص بلونش. انا ما عنديش لاصوص بلونش. درت واحده مرق الدجاج نص حبه ماشي حبه، ما كثرتش خطرك. درتها في الماء دافي وكبيتها مع هذيك الحليب ولا كريم فريش. ودرت شويه فلفل كحل. الملح هنا ما درتش لا كريم، وقيلا درت شويه ملح. مهم لا درتي ما ديريش بزاف على ديال الفرماج او ملح. فهمتوا؟ ودرت هنا عندنا شوفوا عند الماكارين درت شويه ماكارين. عندي الماكارين الخفيفه هذه مكتوب فيها ماكارين الطاهي وكاينه ماكارين نورمال. انا درت هذه نخدم بهذه تجي بزاف بنينه. تجيك شغل تاع طبخي الكو تاعها كيما تاع زبده البقرات. هنا وليت لكم الحواوش نطيب في لاصوص تاعنا. تحركي كيما لا كريم كيما صوص بيشاميل.
راح تحركيها حتى يذوب هذاك الفرماج وتخليها تغلي شوي تعقد وتنحيها. هذا مكان يتعقد معك شويه ما تبقاش جاريه. شوفي كيفاه جمدت كيفاه راني نحرك فيها. دوك تعقد شويه برك ونحيها تكون واجده تغلي شويه كي هي تغلي واحد 10 دقائق 5 دقائق نحيها. فهمتوا؟ دوك حركتها خليتها غلات ووليت ليها. ولي ما نسني اللي شفنا اول مره مرحبا به معنا في قناتنا مع العائله تاعنا صغيرونا. ما تنساوناش اشتراك، ما تنساوناش جيم تعليق. نتوما دعموني في قناتي تطلعوها لي وانا ان شاء الله عليا كل خطره جديد كي نلقى القناه فيها كيما نقولوا تاع فيها دعم وفيها حداك نتحمس ندير لكم كي نشوفها رقدت نرقد معاكم وخلاص. والله غير الافكار كاينين. هاي هنايا هنا وصل وجدت لنا طاجين الجبن تاعنا وجدت لنا لاكريم. دوك نديروا طريقه التقديم راح نحطو في طابسين نقولك هذه الوصفه الكثير يديروها في العريس يديروا هذه ولا يديروا رولي ولا هذا هو طاجين الجبن. فهمتوا؟ بالطبع هما يديروا بالكفته. انا درت لكم الكفته الكذاب انا حبيت برك نشارككم باش نعت لكم بلي ديك الكفته نقدروا نديروا بها اي حاجه ما تبانش مره تعود مغسوله ومخدومه مليحه والله ما تبان وما يفيقوا بها غير بسما شوفوها برك. ها شوفوا كيف النتيجه تاعنا كيف خرج ما شاء الله. ها هنايا نحيت نعت لكم كيفاش. شوفوا كيفاش من الداخل. ما ديريش ناشف يجيك يابس وما ديريش طري بزاف باش تقدري يجيك ملموم. فهمتي؟ ها شوفوا الله يبارك ما شاء الله. دوك نزيدو نديروا له من فوق لاصوص وبالصحه والهنا. ونقول لكم طرف هكذا ويشبع يسمى كيما نقولوا مغذي يوكل. ها شفتوا بالصحه والهنا ان شاء الله يا رب. ها هاي النتيجة تاعنا. وما تنسوناش جيم تعليق بارطاج تشجيع. واللي يحب حاجه كش ما حب واحد وصفه يقول لنا نديروها له. هاي شوفوا النتيجه تاعنا ونقولكم في لقاء واحد اخر ان شاء الله.